لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارة عمل وتفقد لولاية تندوف التزامه بمضاعفة أجر الأطباء الذين يشتغلون في ولايات الجنوب وتوفير المسكن لهم. وفي كلمة ألقاها خلال مع أعيان وفعاليات المجتمع المدني للولاية، كشف الرئيس أن الوزير الأول نذير العرباوي سيقوم بزيارة إلى تندوف قبل نهاية شهر ديسمبر من أجل تسجيل برنامج تكميلي للولاية. كما كشف رئيس الجمهورية أن وزير الصحة سيقوم بالزيارة إلى الولاية لمعاينة المستشفى لتجهيزه في أقرب الآجال. والتزم الرئيس تبون بإدراج تخصص طب النساء وتخصص أمراض السرطان في هذا المستشفى بتندوف. أما حول محطة تصفية المياه المستعملة، تعهد الرئيس بإنشاء محطة في تندوف، وأيضا العمل على تحويل المركز الجامعي لولاية تندوف إلى جامعة. وكشف الرئيس أن الوزير الأول نذير العرباوي سيقوم بالزيارة إلى ولاية تندوف قبل نهاية شهر ديسمبر الداخل من أجل تسجيل برنامج تكميلي للولاية. وقال رئيس الجمهورية على هامش هذا اللقاء إن ولاية تندوف ستصبح قطباً حقيقياً في مجال الصناعة. واعتبر الرئيس أن مشروعاً منجم غار جبيلات وخط السكة الحديدية بشار تندوف غار جبيلات مشاريع حيوية من شأنها المساهمة في القضاء على البطالة وتوفير مناصب شغل لشباب المنطقة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.